السعادة على حضراتكم جميعا وحلقة جديدة من برنامجكم مكانك هنا. في رحلة حياتنا ممكن نقابل مواقف أو موقف واحد يكون نقطة تحول كبيرة في حياتنا ويخلينا نعيد حساباتنا في اللي جاي كله ونقف وقفة مع نفسنا. الفقد والطلاق كشكل من أشكال الفقد واحد من المواقف دي، وزيه زي أي فقد هيترتب عليه تغيير في حياتي اللي جاية كلها. الطلاق مش مجرد فقد لشريك الحياة، ده جواه معاني تانية كتيرة. دور من أدوار حياتي هيتبدل ويروح ويجي دور تاني جديد بمسؤولياته وتحدياته. علشان كده أولى خطوات التعافي وإن أنا أعرف أرجع تاني أندمج مع المجتمع وأكمل بعد التعافي هو إني أبني لنفسي هوية جديدة. ولو في أولاد بقى دي قصة تانية، نفسيتهم مسؤوليتي وده حقهم عليا. طيب أقسى عليهم علشان محدش يقول إن أنا معرفتش أربي، ولا أدلعهم علشان أعوضهم عن الألم النفسي والمشكلات اللي عاشوها معايا قبل الطلاق ويمكن بعده وعن غياب أبوهم؟ معادلة كبيرة وصعبة وحملها تقيل، والتوازن هو الإجابة النموذجية هنا. بس إزاي هعمل ده لو أنا كنت أنا نفسي لسه واقفة مكاني عند المرحلة دي ومش عارفة أرجع تاني أندمج مع المجتمع؟ هنناقش المواضيع دي كلها مع ضيفنا المميز جدا الدكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية والصحة النفسية، اللي هيجاوبنا على كل الأسئلة دي. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا دكتور اماني، وانا طبعا سعيد بوجودي مع حضرتك وبرنامجك المميز وطبعا الساده مشاهدينك الكرام. أهلا وسهلا بيك. الأثر النفسي للطلاق على الست. اكيد بعد حاجه او صدمه كبيره زي كده بيبقى فيه طبعا اثار نفسيه كتيره جدا ممكن تتعرض لها المراه. خاصة أحيانا بيكون الطلاق مش مثلا بإيديها، يعني هي ما كانتش عايزة تتطلق وكانت عايزة تكمل، أو كانت بعد يعني علاقة حب أو قصة حب كبيرة جدا مع زوجها، فأكيد بيبقى في تأثيرات نفسية كتير عليها. من ضمنها طبعا الصدمة، الاكتئاب ممكن يحصل لها. طبعا احنا دايما لما بنتكلم على الاكتئاب يا دكتور احنا بنتكلم عليه على انه هو مرض خطير. الناس مم. بتعتقد ان انا مكتئب شويه، مالك كده، لا صباح الخير اصل انا اكتئبت شويه. لا، الاكتئاب هو مرض خطير، مرض بيؤدي الى توقف الحياه تماما. يعني لما المراه تكون عندها الصدمه ويكون عندها بعدها اكتئاب، نقدر نقول عليه لو دخل في الاكتئاب الشديد ان حياتها كلها ممكن تتوقف، ممكن تكون ما عندهاش طعم الفرحه، ما عندهاش طعم السعاده، ما عندهاش باور ان هي تشتغل، ما عندهاش شغف ان هي تمارس حياتها بشكل طبيعي. طبعا عدم ثقه بالنفس، وده شيء مهم جدا. لو كان زوجها هو اللي باعد عنها وهو اللي سايبها مثلا مش بمحض ارادتها، اكيد بتشعر بان هي ما عندهاش ثقه بالنفس كتيره جدا. خاصه بقى ودي حاجات عشان نبقى لامسين المجتمع قوي، دي حاجات احيانا بيكون سايبها عشان يرتبط بواحده تانية، احيانا بيكون سايبها عشان هو اصلا ارتبط بحد تاني وهي عرفت. فبالتالي متخيلين ان عدم الثقه بالنفس اللي هي ممكن تكون شعر بيها مش قادره هكمل حياتي ازاي، عندها مشكلات، ممكن تكون عزله، خايفه من المجتمع، خايفه من النظره اللي ممكن تكون موجوده في المجتمع، حته الانطوائيه، مش عايزه تكلم حد، مش عايزه تتعامل غير مع ناس قريبين. فبالتالي اثار نفسيه كتيره جدا تنعكس على حياتها وعلى اولادها وعلى شغلها لو كانت طبعا امراه عامله. حضرتك قلت زي العزلة كأثر من طبعا الآثار النفسية اللي بتعدي بيها المرأة بعد الطلاق. طيب هي في سخافات كتير بتتعرض لها يمكن من القريب قبل الغريب، ما بين طبعا اللي طمعان بقى وما بين اللي خايفة على جوزها، أو يمكن ناس من القرايب لو حد عنده ابن مقارب ليها في السن هتبقى خايفة على ابنها منها، فهتبدأ تقول طيب وأنا عليا من ده بإيه؟ أنا هقفل على نفسي ايوه حياتي وهقفل على أولادي ومش هتعامل مع حد. صح. في عز الوقت اللي هي أصلا محتاجة تندمج فيه مع المجتمع، تتعامل إزاي في الجزئية دي؟ أكيد طبعا نظرة المجتمع المفروض إن هي تتغير شوية ناحية هذا الأمر، لأن إحنا عندنا أصبح في حالات كتيرة من الطلاق في المجتمع. مم. اتنين ما استريحوش مع بعض، حصل بينهم خلافات، انفصلوا. مش معناها إن الست دي هتكون مجرد ما تنفصل عايزة تنقض على أي حد تعمل زواج من أول وجديد، لأن هي بالتالي أصلا ممكن تكون خارجة مش عايزة ترتبط أصلا، ممكن تكون خارجة من العلاقة دي وهي محطمة نفسيا زي ما احنا قلنا. فبالتالي ما عندهاش بقى شغف ان هي تدخل في علاقه اخرى. اللي احنا نقوله لها ان هي لازم تصم اذانها عن مثل هذه الامور، ولازم تدخل في حياتها بان هي تعمل بعض الامور العكس اللي هي فيه. ازاي؟ يعني انا دلوقتي مكتئبه، لا انت لازم عشان انت مكتئبه تخرجي من الاكتئاب بانك تعملي بعض الامور المضحكه، تروحي في حاجه بالنسبه لك مسليه، تخرجي في خروجات، تسافري سفريات مثلا مع الاصدقاء، تتفرجي على حاجات ممكن تكون تضحكك، ترسم البسمه
على شفايفك، اللي تندمج مع اهلها هي القريبين، تتكلم معاهم وتفضفض لهم وتاخد وتسمع منهم، بس مش عايزين الفضفضه تكون كتيره يا دكتوره اماني، لان الفضفضه الكتير بتخلي العقل الباطن ما زال فاتح الفايل بتاع الموضوع ومش عايز يقفله، فبالتالي الوقت اللي هيفضل فاتحه هيبقى كتير قوي طول الوقت، هتحلم بيه في احلامها، هتشوفه وهي صاحيه وهي نايمه اللي هي عايزه تبتعد عن هذه الصوره بتاعت زواجها السابق، هيفضل موجود معاها طول الوقت. عشان كده بنقول لها خروجي، اعرفي الاصدقاء بتوعك، اخرجي معاهم، اعملي حاجات تكون مسليه، تكون مضحكه، مارسي رياضه، اعملي حاجات كتيره جدا مختلفه عن الحاجه اللي ممكن تكون فيها كآبه وفيها حزن، وبلاش مشاهده الامور اللي بترتبط بحالتك، لان بهذا الامر عقلك الباطن مش هيتوقف عن التفكير. صحيح. الحقيقه اجابه حضرتك فتح لنا اكتر من سؤال. طيب. اول حاجه ان احنا نوقف شويه عن الفضفضه. احيانا احنا بنكون عندنا بعض المغلوطات ان انا بتكلم كتير بعبر، بس انا كده بدي مساحه اكبر للحدث. صح. بس هي ما زالت برضو مش هننكر ان هي محتاجه في وقت من الاوقات، خصوصا بعد انتهاء الموقف على طول، ان هي تتكلم وتعبر، بس تعبر بالطريقه الصح، مش ان انا هعيش بقى دور الضحيه. يعني بنطلع مسؤولياتنا وبنشوف كنا المفروض نعمل ايه، حتى علشان حياتي اللي جايه بعد كده ما اجي اندمج في المجتمع. أيوة. الكارثه بقى اللي بتحصل ان بعض الامهات بيشتكوا لاولادهم، هي بتكون عايزه، يعني عندها نيه طيبه، انا مش هطلع اسراري بره وخلاص، احنا اسره مع بعض، هتكلم معاهم وهيكلموا معايا، فاقعد اشتكي لهم من ابوهم. هي بتعمل كارثه في ولادها وهي مش عارفه ده ولا تقصده. طبعا. ايه بقى الاثر النفسي على الاولاد لو الام بتعمل كده؟ اكيد عندها يعني نقدر نقول كمان السن والعمر، يعني مثلا لو اولادها دول فرضنا ان هم كبار متخطين سن الرشد ال 17 وال 18 سنه، الاثار النفسيه هتبقى اقل شويه، او ممكن ما تبقاش في اللي هم متفهمين الامر. اما الاطفال اللي هم بقى يقولوا اطفال، او في بدايه فتره المراهقه 11 و12 سنه، وهي بتكلمهم واعتبراهم اصحاب وهيتفهموها والكلام ده كله، احنا عايزين نقول لها ان اولا ده مش هيحصل. سن اولادنا لو وصل عند سن ال 18 سنه، انا وهو عقلنا واحد لكن خبراتنا مش واحده، مشاعرنا مش واحده. عقلي يقدر يستوعب نفس الحاجات بتاعته، وعقله يستوعب نفس الامور بتاعته. الفرق اللي بيني وبينه الخبرات الحياتيه، هو ما عندوش الخبرات الحياتيه دي، ولا هي ما عندهاش الخبرات الحياتيه دي، فبالتالي لما انا اصدمها بخبرات حياتيه سيئه من اول الامر، اثاره النفسيه ممكن يكون تكره عمليه، او يكرهوا عمليه الجواز بعد كده، ممكن يكرهوا الاب، وده حاجه مش هتبقى في صالح الام ابدا. حتى لو الاب عامل معاكي مشاكل، او الزوج عامل اللي هو الطليق يعني عامل معاكي مشكلات، مش في صالحك ابدا ان ابنائك يكرهوه ويبقوا هم مش عايزين يتعاملوا معاه وعايزين يبعدوا عنه، لانك هتحتاجي له ماديا على الاقل، هتحتاجي له كمان ان هو يظبط الجانب النفسي، ان هو متواجد في حياه الاولاد. زي ما احنا قلنا الحته بتاعت الانطوائيه، حته العدوانيه، ممكن يبقوا عندهم من كتر بيسمع ده ضربني، ده شتمني، ما هو كمان هياخد الكلام ده، او هي كمان هتاخده وتتصرف بيه. ممكن يبقى فيه تاخر دراسي، ممكن يبقى فيه اضطرابات نوم واضطرابات اكل، ممكن يبقى فيه كمان مراحل الاكتئاب والقلق والتوتر، فبالتالي انت بتحطيهم في اختبار صعب جدا، عقلهم ما يستوعبش مثل هذه الامور. بل الصح ان انا بكلم المختص، او بكلم اللي عقله كبير، او اللي عنده الحكمه اللي هيديهاني، وفي نفس الوقت ابنائي احاول ابعدهم عن هذا الامر. خلاص ده خلاف بيني وبين الاب، بين باباهم، لازم يكون له احترامه، وانا كمان يكون لي احترامي برضو بالنسبه للاب. هو مش هنقول للمراه بس تعمل هذا الامر، فبالتالي ابعد ابنائي عن مثل هذه الامور علشان احافظ على سلامتهم وصحتهم النفسيه. طيب تنصح يا دكتور في التربيه تكون يعني تقسى عليهم شويه؟ يعني عاده بنلاقي ايه، كل المشكلات السلوكيه اللي حضرتك قلت عليها دلوقتي، لو الاسره مكتمله الاركان، كل المجتمع بالمحيطين هيقابلها ان هي دي مشكله سلوكيه عادي. طب اسالي مختص، معلش استحمليهم. طول ما الاسره مكتمله الاركان، اول ما بيحصل طلاق بقت دي تربيتك يا هانم. ابنك بيرد عليا، بنتك بتشوح لي بايديها، حتى الاب نفسه وهما بيتقابلوا بيقول كده، وبتبقى مسؤوليه التربيه كلها مرميه على الام. هي فعلا محتاجه تبقى شديده شويه عشان بتقوم باب وام، ولا محتاجه ان هي تكون بتقوم بدور الام بس؟ يعني تعمل ايه، توازن المعادله دي ازاي؟ لازم يكون عندها حته الحزم، لان هي هتحتاج له، وده كمان اللي بيحصل كتير جدا لما يوصلوا فترات المراهقه اللي هو 17 و18 سنه، مش عارفه اعاقبهم بحاجه. لو هم من الاول ما عندهمش ان هم الام حازمه، لان هي خلاص اللي بتربي لوحدها، وما نفترض ان الزوج خلاص ساب لها الابناء، وبيشوفهم على فترات. لو ما كانش عندها حته ان هي بجانب الصداقه والصحوبيه اللي معاهم، بجانب شعور الامومه، ان هي تكون حازمه في بعض التصرفات وفي الحاجات اللي هم بيتجاوزوا فيها. وبلاش بقى كمان، انا بقول للامهات
عشان دي حاجه انتشرت قوي يا دكتوره في الوقت الحالي ومش عجباني. بلاش بقى ايه نتنده باسامينا ويدلعونا ده صحيح. ويقول لها مثلا ما اعرفش يا نوجه، على حسب بقى اسمها ايه هيبقى فيه دلع وننده لها باساميها. وكمان بيحصل بعد كده التجاوز، انه بيتكلم او بنلاقي البنت بتتكلم مع الام كانها صاحبتها في الايه في الالفاظ. مش عايز اقول الفاظ على الشاشه، ولكن ان هي ممكن تسخر منها، ممكن تتريق عليها، ممكن تتنمر على امها. ده الكلام ده كله مرفوض. بتعملها بقى ان هي صاحبتها، او هو بيعملها ان هي صاحبتها. انت ما تعرفيش حاجه، انت ما مش عارف، بيكلموها هذا الكلام وهي تقعد تناقشهم في هذا الامر. فبالتالي عدم الحزم اللي في الاول مع الابناء هم اللي هيوصلهم لهذا الامر. طب ازاي انا هديهم اوردرز بعد كده؟ ازاي هديهم اوامر وينفذوها وهيستجيبوا ليا طالما هم حاطيني في مرتبه ان انا صديقتهم او في سنهم؟ فبالتالي ده يفضل، او هو ده اللي لازم، ان احنا نبقى عندنا حته الحزم شويه يا دكتوره واحنا بنتعامل مع ابنائنا، طالما ان انا بقيت في مرحله طلاق. يعني اصاحبهم بحزم علشان اعرف بعد كده اوقف الدنيا لو حصل اي تجاوز. ممكن ناس تقول تستغرب، تقول طب انا هصاحبهم ازاي؟ ولا لا، ما انا هصاحبهم في اوقات بس هيجي عليا وقت لما هيعمل حاجه غلط، لا هقول له ازاي انت عملت كده؟ تعالى اشرح لي كذا. يبقى في عندي في عقاب ممكن يتعمل للابناء على حسب سنهم. العقوبات اللي احنا بنقول دايما ما بيبقاش فيها يعني حاجات عنيفه، ولكن اعتداء، بان انا احرمه من حاجه معينه، بان انا ما اوافقلوش على شيء معين، لانه هو فعلا يستحق العقاب عن هذا الامر، او هي تستحق العقاب، عشان يعمل مكانه الام اللي احنا اتربينا كلنا على ان الام لها مكانه والكلمه بتاعتها برضو ماشيه، حتى لو ما كانش فيه طلاق ولا انفصال، حتى وهي موجوده مع الاب في نفس البيت. هي الام لو قالت كلمه يبقى لازم ان احنا نحترمها ولازم ان احنا ننفذها. فاحنا بنقول لها الكلام ده عشان تاخد بالها في التصرفات بتاعتها. بعد الطلاق بنقابل بقى الاصدقاء والاهل ودول احيانا بينصحونا ببعض النصايح اللي هي بتكون برضو غرضها ان هي طيبه، بس ما زالت نيتك الطيبه وحدها لا تكفي. زي مثلا سافري لوحدك، فده دخلنا في العزله اللي احنا اصلا مش عايزين ندخل فيها. ما تلاقيش ده هم شهرين 3 وهتلاقي نفسك تمام وهتنسي الدنيا وهتنسي كل حاجه. اوقات احنا لما يعني انا بتكلم بقى بصوت المراه المطلقه دلوقتي، لو سمعت الكلام ده تقول طب هي شهر 2 وبقت كويسه، انا بقالي 3 أو 5 أو 6 شهور ما بقتش كويسه ولسه واقفه عند النقطه دي. هو انا هكمل حياتي كده ولا ايه؟ فغصب عنها بتاخر تعافيها، اللي هي الصديقه بقى غصب عنها بتاخر تعافي. ما نعرفش ان حتى لو احنا بنمر بنفس التجربه كمسمى، ما زال كل واحد بيختبرها بالمشاعر ولو برضه تحت نفس المسمى بطريقه مختلفه. فالجزئيه دي عايزين حضرتك توضح لنا برضه ايه الكلام اللي مش المفروض المحيطين يقولوه للمراه المطلقه او للرجل المطلق برضه، بس لان هو بيأخر التعافي مش بيساعد. وانا بقى او يعني انا برضه بتكلم بصوت المراه المطلقه. الشخص اللي بيستقبل الكلام، استقبل الكلام ده ازاي؟ طبعا بالنسبه للكلمات، في بعض الكلمات فعلا اللي زي ما حضرتك قلتي بتحسسني ان انا بعيد قوي والعمليه سهله. احنا مش عايزين نسهل الامور قوي، لان هي خارجه من تجربه وتجربه مريره. كذلك التجارب الحياتيه ما ينفعش نعممها قوي. انا عندي سمات شخصيه مختلفه عن سمات الشخصيه بتاعت الطرف الاخر. انا كان عندي مشكله، خلي بال حضرتك، اللي هي ممكن تقول لها انا اتعافيت في شهر وشهرين، دي ممكن تكون هي عايشه الطلاق الصامت بقى لها 10 سنين، فبالتالي هي كده كده عايشه طلاق، عايشه كده كده مراحل الانفصال بقى لها فترات طويله. انما ممكن تكون الاخرى لسه داخله في المرحله جديد، لسه ما حصل خلاف واتطلقوا بعدها، ما حصلش بقى ان هي عاشت فتره كانها بتجرب، او كانها نقدر نقول ان هي دخلت في تجربه بعيده عن الزوج وهي ما فيش تعامل بينهم وبينه قوي. فبالتالي بلاش كلمات التسهيل وبلاش كلمات التنمر وبلاش كلمات السخريه او التقليل من الصدمات اللي ممكن تكون متعرضه ليها. يا ستي هو انت بقى اصلا وكل الناس بيعملوا كده، وانت لو كل واحده هتعمل زيك بقى نفضل قاعدين؟ الكلام ده كله في الاول بيعمل مشكلات، وانت ممكن تضيفي لي كلمات. ايه رايك؟ هو زي الوقت. أيوة. الوقت هينسي، الوقت مش بينسي. احنا لو شغالين على نفسنا اثر وبنتعافى، فالوقت هيقلل تاثير الحدث اللي حصل عليا. مش هينسيني، مش هينسيني. يعني هو الفقد زي الطلاق، زيه زي اي فقد. هو احنا مش بننسى اللي احنا فقدناه. أيوة. عادي ان احنا نعدي باوقات بيكون فيها حنين للشخص ده، او حتى لو مش حنين للشخص، انا ممكن احن للحياه اللي انا كنت متعوده عليها وكان فيها حاجات بحبها. خلاص بقى عدي وفوتي كل ده كلام ما ينفعش. ما ينفعش اقارن تجربتي بتجربه الاخرين، لا انا اقارن ولا هو او الطرف الثاني يقارن التجربه بتاعته بيا. كمان عندنا اشكال كتير قوي من
يعني اغلبها بيروح ناحيه الوقت والنسيان، وان انا اقارن تجربتي بالشخص ده، وان انا احاول افرض اللي انا عملته انه هينجح معاكي. وان هي حتى لو نسيت او بتتناسى الشخص اللي كان في حياتها اللي هو زوجها السابق، ساعات هم بقى يعرفوا عنه معلومات ويجوا يقولوها لها، وكأنهم كده بيفرحوها مثلا بحاجة، هم بيفضلوا فاتحين لها الفايل ده برضه مش عايز يتقفل. حتة ان انا افضل ادور وراه، وان انا افضل اتتبعه، وان هو قفل الساعة 12 وفتح الساعة 3 ويبقى هو في الوقت ده بيكون كذا، دي بتخليني طول الوقت التعافي بتاعي برضه الفترات بتاعته بتزيد. ان انا اشوف الصور بتاعته باستمرار، ما احنا بقى عندنا سوشيال ميديا، بقى عندنا فيسبوك، وفي ناس كده كده بتنزل حياتها على الفيسبوك بشكل دوري او شكل مستمر، فهينزل له صورة، هينزل له جملة، ساعات في كلمات غير مفهومه حتى، مش ممكن بينزل له يقول لك دعوه، فيبقى هو كده بيدعي علي، هنفضل طول الوقت في النزناز ده. فمن الافضل ان انا ما اعملش حاجه مهمه جدا يا دكتوره اماني اسمها المراقبه والتتبع. انا لا اتابعه ولا راقبه ولا ادور وراه، مش هو خلاص اتطلعت منه، انت مالك بقى، خلاص سيبيه في حاله وخليك انت في حالك. ليه؟ عشان خاطرك انت، مش بكلمك دلوقتي عشان خاطره، ولا ما انت هتقولي لي انا كده كده يعني مش حباه وخلاص عمل فيا وسوى. انا بتكلم عشان خاطرك انت، ما تطوليش فترات ان انت تتعافي بعد وقت طويل، خلي الوقت ده يمر بسرعه. فبالتالي ده مهم جدا ان احنا نخلي بالنا منه. برضو من اكتر الحاجات اللي بتاخر التعافي من الناس اللي حوالينا، واحنا كمان للاسف في نسبه كبيره من الناس متبنيه الفكر ده، فكره ان احنا هنجوزك سيد سيدو وهنجوزك ست ستها. بندخل هنا بقى في حاجه اسمها العلاقه المرتده او العلاقه التعويضيه اللي هي الريباوند ريليشن شيب. انا عملت كارثه بكل المقاييس في حقي وفي حق الطرف الجديد اللي انا دخلته حياتي. فامتى اعرف ان انا تعافيت واحمي نفسي؟ اولا جزئيه العلاقه المرتده دي مفيش ان انا هدخل في علاقه غير لما اتعافى، صح. بس اعرف امتى بقى ان انا تعافيت ودلوقتي انا مؤهله ان انا ابدا علاقه جديده. طيب مبدئيا انا هرد على السؤال ده، بس هسالك برضه، وانا عايز اسال حضرتك سؤال مهم جدا. هو انت شفتي حد اتجوز سيد سيد ولا ست ست وكم واحد؟ مش عايزين نقول مفيش. لا والله ساعات ربنا ماشي، ربنا بيكرم، بس هم عاملين نفسهم ان ده هيمشي، هحط واحد مكانه على طول. ولازم يبقى سيد سير، ويعني اللي هو افضل منه يعني بمراحل، وهي اللي مجازا هتجوزه يعني. لها. الست اللي بتقول لها سواء الام او الأخت هي اللي هتخليه يجي، ومش مثلا هو هيشوفها ويقتنع بيها، لا ده انا هحط لك الامر ده. احنا بيطبطبوا عليها يعني. انا عايز اقول لها محاوله للطبطبه. ايوه. طب واللي بيجي يا دكتوره اماني وانا لسه متجوز، انا لسه اول جوازه ليا وهي لسه اول جوازه ليها، مفيش ابناء مفيش اي حاجه، لسه عايزين نعمل اسره مع بعض، ده اللي هيكون افضل؟ طبيعي يعني المفروض طبعا ده الطبيعي، ولا اللي هيجي لي وانا عندي مثلا 3 4 ولاد معايا وعندي مش عارف اصرف عليهم ازاي، والاب ما بيدفعش وبيرفع عليه قضيه في حسب مشكلات وخارجه من جرح نفسي وكده؟ مش اللي هيجي لي ده برضه هيبقى عنده مشكلات هو كمان، ولا هو يبقى هو برضه جاي لي عايز يكون اسره؟ هو هيكون عنده برضه مشاكل معينه في حياته، فبالتالي مش هيكون من النواحي دي قوي انه افضل حاجه، بالعكس انا هضطر ان انا اقدم تنازلات. مش بقول ان ده حاجه وحشه، دي ممكن تكون هي العلاقه دي اللي هي الافضل من حياتها اللي قبل كده وحياتها دي كده، بس مش دايما ان احنا نقول لهم الكلمات دي. ربنا يعوضها ان شاء الله، وربنا هيعوضك، بس ما تديلهاش الحماسه ان هي ايه تتطلع وتخش ما تديهاش امل ان هو سيد يعني اديها ان ربنا ان شاء الله يعوضك، ربنا يكرمك. احنا ما نعرفش اللي جاي، بس ان شاء الله ربنا هيكرمك بالافضل منه. ما تحطلاش ان هي هتخرج من التجربه تدخل تاني وكانها مثلا بتلعب شطرنج، شالت الفيل حطت الوزير مش عارف ايه، لا العمليه مش بالسهوله دي. فاحنا بنعمل علاقه، احنا لسه عايزين لنا من 6 شهور لسنه، على حسب بقى قدراتي وعلى حسب سماتي الشخصيه وعلى حسب نوع الصدمه اللي انا خارجه منها. من 6 شهور لسنه عقبال ما اقدر ان انا افكر في علاقه تانية. انا بتكلم على اللي هم ابتدوا الطلاق، يعني الطلاق لسه حاصل دلوقتي، انما اللي هم مثلا كانوا عايشين في طلاق يعتبر ممكن تبقى المراحل الزمنيه بتاعتهم اقل، بس هو برضه في الطبيعي هتبقى عايزه وقت زي كده، عدد من الاشهر. فبالتالي من 6 شهور مثلا لسنه نقدر نقول ان هي تعافت. عشان كمان ايه؟ ما اظلمش لو هي كمان كانت في علاقه حب وكانت بتحب زوجها السابق ده، ما اظلمش الطرف الجديد اللي داخل، وهو انا اصلا مشاعري لسه متضاربه ومشاعري مش واضحه، بس هو جه قال لي كلمتين فهو حسيت انه ده المنقذ. بعد كده لما فوق احس ان انا مش بحبه واحس ان انا ما كنتش عايزاه، لا مش هو قوي، مش ده الشخص اللي انا، لان انا كنت بختار غلط. اي اختيار مع وجود انفعالات او مع وجود عواطف جياشه مش صح.
مش مضمون عواقبه. لو حتى الحب جارف، لو ما هو ده لا، لازم يبقى في حته التروي في العقل. لو اصلا غضبانه قوي، لو زعلانه قوي، لو خارجه من صدمه، ما ينفعش ان انا اخد قرارات مصيريه في حياتي مع هذه المشاعر القويه اللي انا شعر بيها. لازم اريح شويه واخد وقتي، واحس بقى امتى ان انا صح، لما بكونش ابتديت افكر في الطرف الاخر، لما اكون شفت شغلي وشفت حياتي خلاص بتوازن، لما اكون ما بتكلمش مع ابنائي بعصبيه، لما بكون حاسس ان انا خلاص او حاسه ان انا خلاص هشوف حياتي عادي، هقدر اخرج واقدر اتفسح، مش لا انا مكتئبه ولا انا قاعده في البيت لا مش عايزه حد يكلمني، لا خلاص اتعافيت، بمعنى ان انا بقيت اتعامل بطبيعيه مع الاطراف المحيطه ومع نفسي ومع ابنائي وداخل بيتي وداخل اسرتي وداخل عملي. لو ده رجع تاني طبيعي يبقى انا رجعت للتعافي بتاعي. طب لو رجع طبيعي بنسبه 80 او 90% برضه اوكي كويس، بس ما يبقاش ان هو ما رجعش خالص، او بنسبه بسيطه 20 30% رجع طبيعي والباقي لسه مش طبيعي. أغلب عادةً المشكلات انا خليك انت حضرتك تجاوبي على كنت السؤال ده من غير ما اعرف، والله مش عارف، بس حاسس ان انت حضرتك كنا هتجاوبي لسه عليه. بنتناقش لا فيه نسأل بقى شوية سؤال عن طيب الراجل ماشي. علشان نريح الست. طيب برضه يعني هو رايح آه، ناحيه المرأة عامة. علشان لما بيكون في أي علاقة ما بين اتنين، اه لما يخرج طرف تعبان من العلاقة دي جدًا ومرهق جدًا ومتأذي نفسيًا جدًا، وده بيكون في الأغلب الست بعد الطلاق مباشرةً، اه بيبدأ يظهر عليها أعراض الإنكار والألم النفسي للفقد كاملةً. بتقول لك هو عايش حياته، هو أنا كنت شفافة، هو ما اتأثرش للدرجة دي بوجودي، ما كنتش فارقة معاه. إحنا بس عايزين نطمنها اه ونعرفها برضه طيب اه إن هو بيمر بنفس المراحل دي ولكن بالترتيب مختلف، يعني طيب وقت ما حضرتك كنتِ انت اللي هتجاوبي، تعافيتِ. قولها لهم، انا عايزك ان حضرتك تقولي لهم الترتيب بتاع المراحل دي، لان انا سمعته منك لأ، بطريقه قولها مميزه. حضرتك قولي علشان الجزئية دي ماشي يعني الرجل يجاوب عادي، عليها ما هو أفضل المرأة بكتير. هتشعر بيها عادي، اقدر يعني اجاوب. بالنسبة ايوه مثلًا لجزئية المساومة حتى، يعني هي اه الست عادةً بتدخل في الإنكار، ايوه وبعدين الغضب، وبعدين تدخل في الحرج إن هي تتعامل مع المجتمع، وبعدين ايوه تدخل في الفشل، وبعدين تدخل في المساومة. بس ايوه المساومة بتاعة الست هنا بقى مختلفة عن مساومة الراجل. مساومة الست ممكن تتنازل علشان ترجع، مساومة الراجل عايزها تتنازل علشان يرجع، رغم إن اه هو اللي جاي. فهو اه بيبدأ بقى بإن أنا كسبت حريتي. ضيف اه لنا برضه حضرتك هو الرجل دور بيشعر طبعا بالاعراض مختلفه. هو اول ما بيحصل الطلاق انا بقيت متحرر، ما بقتش حد خانقني، ما بقاش في قيد عليا، فانا ببقى الاول يعني لسه عادي ما فيش مشكله. ثم بعد كده يبدا يفكر بقى لما مع الوقت. لا انا طبعا هنقول ان دي نسبه كبيره، عشان في حد ممكن يكون العلاقه بينهم خلاص كانت لازم تنتهي، يبدا يفكر ان هو افتقد حاجات مهمه في حياته، افتقد الزوجه دي كانت بتعمل له برضه حاجات كويسه، فيبدا بقى عنده المراحل زي ما احنا قلنا. هو الاول بعد ما هي الاول بتتعافى، في الاخر هو تعافى، حس ان هو تعافى في الاول، ثم بعد كده ابتدى يزعل، ابتدى يحس بالصدمه، ابتدى يغضب، ابتدى يقول ده انا كده، ده انا ضايع من غيرها، دي هي برضو كانت بتعمل لي كذا وبتعمل لي كذا، دي هي، ده انا ولادي ما بقوش معايا، ده ولادي كده انا هشوفهم مره في الاسبوع، ده انا كنت برجع من البيت هي اشوف ابوس ده واطبطب على ده واهزر مع ده، شوف ده عملت ايه. ابتدت العمليه معاه ما بقتش متوازنه، فيبدا بعد فترة عايز مثلا، ممكن في أزواج بعد عايز بقى يرجع تاني، عايز يرجع العلاقة من جديد. في الفترة دي هي كانت عايزة ترجعها في الأول، بس بعد كده دلوقتي خلاص تعافت منها، ما بقتش فارقة معاها. إنما في الأول كانت بتلح، ممكن تكون بتلح عليه، ممكن تكون بتلح على أهلها أو بتطلب منهم إن هم يتكلموا معاه في الموضوع، وهو بقى خلاص شايف نفسه، أنا اتخلصت من العلاقة دي، وهي بقى شوف هتعمل إيه والكلام ده كله. فبالتالي إحنا بنقول إن المرأة فعلا زي ما حضرتك ذكرتي بتاخد الصدمه بطريقه مختلفه عن الرجل، فلما بيجي يقول لها هو بيفاجئ ان هي متعافيه وان هي مش عايزه ترجع او ان هي مش فارق معاها الموضوع، فهنا بيحصل بقى حته التضارب، ويبدا بقى ينتكس برضه من جديد ان هي بقتش هي اللي عايزاه، فثقته في نفسه هي اللي تبقى مش كويسه، ويبدا يشك فيها ساعات، احيانا يقول طب هي بقى كده، هو بيشك فيها بشك مش في محله لانها ما بقتش مراته، بس ايه، هي كده بقى عرفت حد تاني، هي كده كانت عايزه بقى الطلاق من الاول، هي كده لا، هي تعافت خلاص، مش كانت في حد تاني ولا ما كانتش عايزه، ولا كانت هي اللي عايزك تطلقها فعملت حاجات تقصد بيها ان انت توصل لهذا الامر، لا هي عشان تعافت فهي خلاص دلوقتي ما بقتش عايزه الرجوع، وشافت ان هي كمان وقفت على رجليها، بتروح شغلها، بتعمل حاجات ما كانتش بتعملها قبل كده، فتقول طب وانا ايه بقى اللي يخليني ارجع في هذا الامر. فعشان كده احيانا طبعا كتيره ما بيحصلش رجوع ما بين الطرفين.
صحيح، بنطمنها بس ان هي ما كانتش شفافه ولا حاجه. لا ما تقلقيش. الحوار مع حضرتك ممتع جدا ربنا يا دكتور، يخليك يا الف رب، شكر. والله انا اللي سعيد جدا بوجودي مع حضرتك. الف شكر. وصلنا لنهايه حلقتنا، استنونا كل يوم حد الساعه 11:30 صباحا في برنامج مكانك هنا.